عندك عزومة ومحتاجة تعملي طحينة وما عندكش طحينة، أو عندك أكلة لازم يتاكل جنبها طحينة، تعالي بقى نقولك ازاي تعملي الطحينة الكدابة. أنا كنت أعرف إن في ناس كدابين، إلا جديدة أوي الطحينة الكدابة، بس تعالي نجربها. هنجيب 4 رغيفة فينو، خلاص. عندك شامي ينفع رغيفين، ما عندكيش أنا استخدمت علبة الفينو. حطيتهم في مية سخنة لغاية لما طريوا خالص، وبعد كده عصرتهم كويس من المية، حطيتهم في الخلاط ومعاهم عصرة ليمونة. تمام. ونحط توابل الطحينة عادي خالص كأننا بنعمل طحينة، شوية الشطة بتوعنا الحلوين، الكمون بتاعنا. بصوا يا جماعة، طحينة مش هتصدقوا بجد، كنتش اعرف ان هي كدابة كده. نرش الملح بتاعنا واحط لها سنة خل بسيطة بس، يعني تقريبا دول 4 معالق صغيرين مش كبار. خلاص. وحطيت يا جماعة عشان اعززها معلقة الطحينة اللي كانت في البرطمان. ويا جماعة سن التوم، بس انا ما كانتش باينة في التصوير، معلش هي وقعت مني في التصوير وانا بصور. سن التوم صغيرة قوي. ويا جماعة عايزة افكركم، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وطبعا يا جماعة هنضربها في الخلاط ضربة محترمة بس، وننزل بقى بيها بالبولة او بالاطباق اللي عندك. انا ما صدقتش يا جماعة، طحينة بجد، طحينة طعم ولون وشكل، بجد كانت حلوة جدا. ومعلقة الطحينة اللي انا حطيتها عززت الطعم جدا. الف هنا وشفا عليكم. وعايزين نجرب ايه تاني بقى مع بعض؟ احنا بقى عايزين نشوف كام حاجة كدابة كده، حمام الكداب، البفتيك الكداب، شكل الكداب بقى ينفع في الزمن ده. يلا يا جماعة جربوها وقولي رأيكم، متنسونيش في كومنت حلو ولايك وشير الفيديو.